نسابق الزمن نسابق الزمن لننقل لكم أهم نشاطات دائرة صحة ديالى. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، إليكم الموجز الأسبوعي الإخباري من دائرة صحة ديالى. الدكتور المقدمي يتابع نسب التقدم في مشروع إنجاز مستشفى الحروق الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة. الدكتور المقدمي يطلع على مراحل نهائية لإنجاز العناية المركزة الجديدة في مستشفى بعقوبة التعليمي، فضلا عن اطلاعه على أعمال التأهيل في الردهة الانتقالية. أعمال إعادة تأهيل المؤسسات الصحية في المحافظة مستمرة، وصحة ديالى تواصل أعمال التأهيل في مركز صحي الأسود ضمن قطاع الخالص. العيادة الاستشارية في مستشفى البتول التعليمي تقدم خدمات صحية وطبية وعلاجية ل 4689 مراجعاً الأسبوع الماضي. الفرق التفتيشية تغلق صيدلية ومحل بيع التجهيزات الطبية وتصادر كمية من الأدوية غير المفحوصة بقضاء بعقوبة وناحية بني سعد. حملة صحية واسعة في ديالى تسفر عن إتلاف أكثر من 100 ألف لترا من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري. وصالة عمليات مستشفى بعقوبة التعليمي تشهد نجاح عملية إزالة كتلة في الجوف البطني لمريض بعمر 79 عاماً، وكذلك عملية تثبيت كسر الفخذ لطفل بعمر 6 أعوام باستخدام أحدث التقنيات. إلى هنا نأتي إلى ختام موجزنا الأسبوعي الإخباري، شكراً لحسن المتابعة.